محدش كان يتخيل وقتها ان الاشاره البسيطه دي هي بدايه مرض مرعب. هنا تيجي اول مصيبه، دكاتره قرروا يشيلوا دراع اشلي بالكامل بالكتف، وده عشان يمنع انتشار السرطان وينقذوا حياتها. اشلي كانت بتوصف نفسها بمراره وتقول انا بتحول لتمثال حي. الدكاتره لو حاولوا يشيلوا العظم الجديد اللي اتكون، الجسم يرد بعنف ويكون عظمه اكتر. تفتكر هل في مرض ممكن يحول البني ادم لتمثال بشري؟ يمكن تفتكرها قصه خيال علمي، لكن الحقيقه اغرب من الخيال. النهارده هحكي لك قصه اشلي كوربيل اللي عاشت المأساة دي، وهنعرف ايه طبيعه المرض اللي ممكن يحول البني ادم واحده واحده لتمثال بشري. كوبايه قهوتك او نسكافيهك ويلا بينا. هي بتبدأ سنة 1985. أشلي اتولدت زي أي طفلة جميلة صحتها كويسة، بس كان عندها اختلاف صغير وملحوظ، وهو إن صباع القدم الكبير عندها أصغر ومتني بشكل غريب. دكاترة كتير شافوها ومحدش عرف سر التشوه ده إيه. محدش كان يتخيل وقتها إن الإشارة البسيطة دي هي بداية مرض مرعب. أشلي وهي عندها 3 سنين بدأ يظهر عليها تورمات غريبة على كتفها اليمين. التورمات دي كانت مختلفة وصلبة. أهلها خافوا وراحوا بيها لدكاترة كتير، ولأن المرض نادر لدرجة إن مفيش غير مئات بس متصابين بيه حوالين العالم، محدش في الدكاتره قدر يحدد التورمات دي سببها ايه بالظبط. الاغلبيه راحت لتشخيص واحد بس، وهو ورم سرطاني خبيث. وهنا تيجي اول مصيبه، دكاتره قرروا يشيلوا دراع اشلي بالكامل بالكتف، وده عشان يمنع انتشار السرطان وينقذوا حياتها. لكن في صدمه اكبر. بعد شهور لما نتيجه الانسجه اللي اتشالت تم تحليلها، لقوا ان مفيش سرطان اصلا، ان اشلي خسرت جزء من جسمها من غير اي داعي. تعرف بعدها ان التورمات دي كانت اول نوبه المرض، اختصارته FOB او زي ما بيتسمى متلازمه الرجل الحجري، المرض اللي بيخلي الانسجه الرخوه في الجسم زي العضلات والاربطه والاوتار تتحول تدريجيا لعظم. اشلي كانت بتسمي المرض بالعملاق النائم اللي بدا يصحى في جسمها ويشتغل. سنين الطفوله مرت واللعب قل بالتدريج، وبدات كل خبطه او كدمه تحصل لها تتحول لعظم يقيد حركتها. سن المراهقه وبدايه الشباب بدات تحس ان باقي جسمها كله بيتجمد، ان حركه الدراع اللي فاضل بدات تقل، لحد ما دراعها الشمال التحم في جنبها. الرقبه والظهر بداوا كمان هم يتجمدوا. اشلي كانت بتوصف نفسها بمراره وتقول انا بتحول لتمثال حي. المرض مش بس وصل كده مع اشلي، لحظه محوريه في حياه اشلي تعرضت لحادث عربيه خفيف. اي انسان عادي كان هيخف منه. رجليها اليمين اتحركت بشكل غلط اثناء الحادثه، وبعد فتره صلبت ركبتها واتجمدت في وضع انسناء. اشلي كانت بتضطر تلبس حذاء سميك عشان رجليها الاثنين يبقوا متساويين وهي ماشيه. مع مرور السنين وتصلب المفاصل بقت حركتها محدوده جدا. المرض وصل لمفاصل الفخذ والعمود الفقري، كانت لازم تستسلم للواقع اللي بيقول انها محتاجه كرسي متحرك. لحد اللحظه دي اسباب المرض نفسه ما كانتش معروفه، لحد ما جه دكتور اسمه فريدريك كابلان في جامعه بنسلفانيا. الدكتور ده اتاثر جدا بالمرضى دول لدرجه انه قرر يكرس حياته كلها لدراسه المرض. كابلان عمل حاجه عبقريه جدا، بدا يبني سجل عالمي للمرض، جمع فيه صورهم الطبيه، تاريخهم المرضي، ايه العلامات المشتركه ما بين كل حاله. منتصف التسعينات وبدايه الالفيه كان معاه فريق طبي كامل، وبداوا يفكروا ان المرض ده تقريبا سببه جين غريب بيبوظ كل حاجه. وكمان في الوقت ده تقدم في تقنيات تحليل الجينات بدا يساعدهم. كابلن وفريقه قارنوا الحمض النووي لمرضى FOB والناس الاصحاء، لاحظوا حاجه مشتركه عند كل الحالات، وهي تشوه اصبع القدم الكبير اللي كان ظاهر عند اشلي. ده معناه ان المرض ده مش مجرد حادث، حاجه جينيه متبرمجه من البدايه. تمر الشهور والسنين لحد سنه 2006. سبحان الله، كابلن وفريقه اكتشف الطفره بالصدفه لما كانوا بيركزوا على مسار جيني اسمه BMP المسؤول عن تكوين العظام. واخيرا وصلوا ان كل مرضى FOB عندهم طفره في جين اسمه ACVR1 الموجود على الكروموسوم رقم 2. الجين ده في الطبيعي مسؤول عن تكوين بروتين بيشتغل كمفتاح امان، يفتح ويقفل عمليه تكوين العظم في الوقت الصح. لكن مع الطفره اللي بتحصل في المرض ده، المفتاح ده بيعلق على وضعيه التشغيل، فيخلي الجسم يفضل يبني عظمه طول الوقت في اماكن مش المفروض يبني عظم فيها. فلما المريض يتعرض لاي خبطه بسيطه او كدمه او حتى حقنه عضل يترجم الاشاره غلط، يبدا يحول الخلايا الضامه لغضروف، والغضروف يتصلب ويبقى عظم، والمفصل اللي بيحصل فيه تغيير بيتجمد نهائي وما بيتحركش. بعد كده بتبدا الهجمات اللي بيسموها فليرز، تورمات مؤلمه في
الكتف او الرقبه او الظهر. التورم يفضل اسابيع او شهور، وبعد ما يروح يسيب وراه عظم رابط المفصل. التطور في المرض ده بيبقى قاسي ومتدرج. الجزء العلوي من الجسم هو اللي بيتجمد الاول، الرقبه والكتفين والظهر، وبعدها الحوض والاطراف. وفي النهايه المريض بيفقد القدره الكامله على الحركه. اخطر مرحله في المرض ده وهي لما عضلات القفص الصدري نفسها تبدا تتجمد. ساعتها التنفس بيبقى صعب جدا. ده السبب اللي بيخلي اغلب المرضى يتعرضوا لوفاه مبكره. الاصعب والعجيب في المرض ده ان التدخلات الطبيه اللي ممكن تكون منطقيه في اي مرض، المرض ده بالذات بتكون مدمره. الدكاتره لو حاولوا يشيلوا العظم الجديد اللي اتكون، الجسم يرد بعنف ويكون عظم اكتر. وكمان لو المريض اخذ حقن عضل، نفس الموضوع يحصل في مكان الحقنه. عشان كده الاطباء بيتجنبوا اي تدخل جراحي او حقن عضلي مع المرضى دول. النهارده في تجارب كتير حوالين العالم على ادويه للمرض ده، منها اللي بيحاول يوقف الاشارات اللي بتخلي الجسم يبني العظم، ومنها اللي بتمنع البروتينات اللي بتنشط الجين المسؤول عن ده. العلماء بيقولوا اننا لسه في بدايه المشوار، ان العلاج الجيني اللي يصلح العيب من جذوره هو الحلم الكبير. يعني لسه في امل وفي سباق علمي مفتوح، وكل يوم بيطلع جديد. بس كده، دي كانت قصتنا النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتكتب لنا في الكومنتات نتكلم عن ايه الحلقه الجايه. السلام عليكم.